ازيكم يا شباب؟ والآن مع نجم النجوم، رجل ولا كل الرجال، المغني مصطفى كامل، واللي لا ترتت ماس. بعد المقدمة، الفيلم بتاع النهارده هو قشطة يابا، وهي التجربة الوحيدة ليه والحمد لله انها الوحيدة. بيبدأ الفيلم باننا بنشوف عمر واقف مع خالد وبيترحم على زمن الفن الجميل، بعديها هنشوفهم بيجروا بدون اي مبرر، وهنا قلت انت ابتديت العبط بدري قوي. بنشوف عمر طالع لابوه وعايز يديله الدواء ويقول له انه عايز يخليه اسعد اب، ويقول له على الاغنية اللي كان بيغنيها ليه وهو صغير، وهي ايه بقى؟ حبيت بلدي وعشان بلدي عايزك تكبر يا ولدي. وانا بقول انت كده من زمان بقى. بعدين نشوف عمر ومريم راحوا لخالد المسرح، بعدين نشوف مريم بتقول له غني في الافراح والكباريهات، يقول لها غني للسكارة والمساطيل، تقول له لا غني في الاوبرا احسن. شوف بعد كده عمر وخالد ورفيق قاعدين بيتكلموا، ورفيق يقول له بقيت مطرب هبقى مدير اعمالك، ويقول عم قول يا رب، بس قول يا رب. بعدين نشوف بسمة قاعدة مع رجال أعمال ويقولوا لها إن هم يمشوا الموضوع بالرشوة، بس هي ترفض وتمشي. بعدين نشوف إسماعيل عايز يجند مديحة علشان تتجسس على بسمة، ونشوف إنها وافقت. نشوف بعدها مريم بتقول له عمر يا تغني في الأفراح والكباريهات يا إما نبريك، وفعلا بيبريك من العلاقة القذرة دي. بعدين نشوف عمر راح لشوكولانة وشرب مخدرات وراح فرح وغنى إيه؟ قشطة يابا قشطة قشطة يا عمي قشطة. بعدين نشوف إن عمر متضايق إنه جاب دواء لأبوه بفلوس هو مش راضي عنها، ويطلع ويلاقي ان ابوه مات. ونشوف اقوى مشهد مؤثر ويقول ابويا ابويا، وكمل مشاعر وهو حاضن يقول حبيت بلدي لحظه ابكي. بعديها يغني ويقول حشتني يابا اشتقت لك. شوف تأثره، الله يا فنان. ونشوف ان بسمة كانت سامعاه وعاجبها صوته. نشوف اسماعيل شاف بسمة وجاي يتخانق مع عمر ويديله بنيه. بعديها نشوف ان هي عايزه تديله فلوس ويرفض ويمشي. نشوف بعدين ان هو قاعد مع صحابه وبيقول انسانه رقيقه وعينيها مليانه حب ومليانه حزن وجواها سر كبير، وانا بقول ما هذا الهراء، ما هذا العبث. بعدين نشوف بسمة عزمت عمر على حفله علشان يغني فيها. المهم بنشوف انه ما غناش في الحفله اصلا. تاني يوم بيروح لبسمة وتقول له ان هي ممكن تساعده في ان هو يحقق حلمه، يرفض يقول لها انا اهون عليا ادوس على حلمي ولا انك تساعديني. وانا بقول يا ابني انت قلبت الموضوع ليه صراع طبقي كده. يقول لها في شباب كتير ولاد بلد لو شافوا ست عريانه يغطوها، وانا مستعجب من الهراء ده. بعدها بنشوف بسمة راحت لعمر بيته وبيشغل ام كلثوم ويفضلوا يبصوا لبعض، وانا بقول يا الله على القرف. بعدها نشوف ان حفله المسرح هي اغنيه للاقصى والشعب الفلسطيني اللي باذن الله فلسطين رجعلنا هي بتاعتنا وكده كده راجعه لينا. وحابب اقول قد ايه ان الواحد فرح بطوفان الاقصى، وربنا يقوي الشعب الفلسطيني ويرحم كل الشهداء اللي ماتوا. بعدها بنشوف اسماعيل بيسخن مديحه على بسمة ولكنها بترفض تساعده، بس بعد كده بتوافق. بعدها بنشوف عمر بيغني في استوديو ويقول ولا شايف يلا الله اكبر شفايف قمر ضفاير قمر عيون قتالين وزي القمر يا نهار ابيض على الحلاوه. والاغنيه شغاله، نشوف ضحك ولعب من كل اللي في الفيلم، واحد ماسك اللي بيحبها وعمالين يرقصوا ويضحكوا ويهيصوا. بعدين نشوف خناقه بين عمر وخالد، يقول له مش ده عمر بتاع الافكار، وعمر يقول له كنت فاكرك هتفرح لي، يقول له انا فرحان بس مش هسقف لك زي الناس. ونشوف اسماعيل راح لعمر بيته علشان يوقع بينه وبين بسمة، ويقول له ان في ناس بتقابلهم في شغل مش هتعرف عنهم حاجه، وناس هتشوفهم وهتعمل انك مش شايف حاجه. ويجي يقول له لولا انك في بيتي كان هيبقى في تصرف تاني، يقول له بدل ما تقول لي كده قول لي اوريك. وفعلا بيوريه بسمة وهي رايحه لواحد علشان تخلص صفقه شغل، ويقول له بيتهيألي الوضع ده ما يناسبكش. بعدها بنشوف مديحه واسماعيل وبسمة في المكتب، ومديحه عايزه تعترف ليها ولكن اسماعيل عايز يقلب الترابيزه، بس بسمة رفضته وصدقت مديحه. بعدها بنشوف فرح خالد ومديحه، وعمر راح وشاف بسمة وعامل نفسه ما خدش باله. وبعديها يجي ماشي وبسمة تطلع وراه وتساله في ايه، يقول لها قد ايه انت ممثله شاطره، يقول لها انت كدابه، وتقول له ان الحاجه الوحيده الصح انها بتحبه، يقول لها انت كدابه، وتسيبه وتطلع تجري بس عربيه تخبطها. نشوف ان محدش رضي يقول له، ونشوف ان الراجل اللي راح مع بسمة راح لعمر وحكى ليه كل حاجه وقال له انها في المستشفى، ونشوفه مسك فيه ويقول له يفدي بيه ضميرك صح ولا مات ها، وبهدوء ينزل يغني للناس. ونشوف وهو بيغني ان بسمة بتعمل العمليه، والمفروض انك تبقى متوتر يعني. تخلص الحفله ويطلع جري على المستشفى والعمليه تنجح ويطلعوا من المستشفى ويغني قشطه يابا قشطه، والفيلم يخلص. والفيلم وحش جدا 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 جدا، تجربه مريره. في الاخر ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل الجرس لو اول مره تسمعني، واستنى الفيديوهات الجديده اللي بتنزل كل خميس. وسلام يا شباب.